قرر المستشار حسن سمير تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي ل30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية اقتحام سجن وادي النطرون أثناء ثورة يناير. وانتقل المستشار سمير إلى سجن برج العرب حيث نظر أمر تجديد حبس مرسي بحضور الرئيس المعزول وإثبات حضور 2 من المحامين للدفاع عنه، بينما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مرسي رفض حضور محام موكل عنه قائلا إنه لا يزال رئيسا شرعيا حسب تعميره. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ وليد إسماعيل المحرر القضائي بصحيفة الوطن. بعد التحية أستاذ وليد، يعني ما هي التفاصيل المتوفرة لديك حول هذا الخبر؟ يعني هو قاضي التحقيق بالفعل انتقل أمس إلى سجن برج العرب لتجديد حبس الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، والتي تعود أحداثها إلى يوم 29 يناير عام 2011 إبان اندلاع الثورة المصرية، وواجهه بالاتهامات المنسوبة إليه لتجديد قرار حبسه الذي يحين هذه الأيام. فكما هو حال الرئيس السابق في جميع التحقيقات التي أجريت معه سواء بواسطة النيابة العامة أو بواسطة قضاة التحقيق المنتدبين للتحقيق في اتهامات منسوبة إليه، رفض الإجابة على كافة الأسئلة والاتهامات المنسوبة إليه، وقال أن التحقيق معه غير شرعي لأنه ما يزال هو الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية وفقا للدستور الذي صدر في عام 2012 والذي تم تعطيله. وبالتالي فإن هذا الدستور حدد أو رسم طريقة التحقيق أو محاكمة رئيس الجمهورية، وبالتالي فهو يعتبر أن هذا التحقيق باطل ورفض الإجابة على كافة أسئلة القاضي التحقيق. كذلك أيضا رفض إثبات أن يكون هناك أحد من المحامين موكلا منه، لأنه يعتبر أن إثبات توكيل لأحد المحامين بأنه هو المحامي الخاص به يعتبر اعترافا منه بشرعية هذه التحقيقات. لكن على أي حال يعني أستاذ وليد، بعد رفض الرئيس المعزول للاستجابة للتحقيقات وأيضا اعتبار نفسه الرئيس الشرعي ورفض أن يكون هناك أي محامي آخر، يعني هل تم تحديد موعد آخر للقائه أو إنهاء التحقيق؟ لا، هذه ليست جلسة تحقيق ولكنها جلسة للنظر في قرار تجديد حبسه من عدمه. وقاضي التحقيق اتخذ قرارا بالفعل بتجديد حبس الرئيس السابق لمدة 30 يوما جديدة تبدأ غدا. وفي مثل هذه الظروف يحدد المحقق أو قاضي التحقيق ما ورد على لسان الرئيس السابق في محضر التحقيق، وامتناعه عن الإجابة وامتناعه عن توكيل أحد المحامين للدفاع عنه أو لإبداء دفوره في قرارات تجديد الحبس. يعني هو عملية تأصيل قانوني فقط تثبت في الأوراق. أشكرك الأستاذ وليد إسماعيل المحرر القضائي بصحيفة الوطن.